مساء الخير وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم في مجموعة من الأحزاب والقوى الوطنية والنقابية والعمالية تداعت من أجل التصدي لمشروع قانون نعتقد أنه خطير على بيئة العمل المهني الأردنية، وخطير على مصير مئات الآلاف من العمال الأردنيين غير المنظمين. هذا القانون لم يأتي مع أن الهدف كان هدف نبيل وسامي، وهو تنظيم بيئة المهنة وتنظيم التدريب وتطوير التدريب وتحسين جودة العمل المهني. الغايات ممتازة ونبيلة، الأسباب الموجبة نحن معها جميعا، وكلنا نسعى إلى تطوير بيئة العمل الأردنية. ولكن حقيقة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 والذي جاء ليلغي قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019 فيه مشاكل كبرى، وسنشرح بسرعة ما هي أبرز المشاكل الموجودة في هذا القانون، ونترك للزملاء في الأحزاب المشاركة معنا، حزب الوحدة الشعبية، حزب حشد، الحزب الشيوعي، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الشعلة، وحركة صوت العمال، وأيضا الكتلة العمالية، سنترك لهم الفرصة لعرض وجهة نظرهم في هذا المشروع، علما بأن المطلب الأساسي للقوى المجتمعة الآن هو فتح حوار وطني حول مشروع القانون قبل أن يقره مجلس الأمة في هذه الدورة الاستثنائية. لماذا؟ لأن الأحزاب والقوى النقابية والعمالية قد بوغتت بأن المجلس أحال هذا المشروع إلى لجنة العمل النيابية يوم الأحد الماضي، ثم اجتمعت لجنة العمل النيابية يوم الخميس وأقرت مشروع القانون بحضور وزير العمل، ودون ما دعوة أي من النقابات العمالية أو النقابات العمالية المستقلة أو الأحزاب السياسية أو مراكز الدراسات أو المراصد العمالية المختلفة أو حتى منظمة العمل الدولية اللي دعمت الأردن في مشاريع في غاية الأهمية في مجال التدريب المهني، أو حتى ممثلي الاتحاد الأوروبي اللي أعطوا الأردن عشرات الملايين من الدنانير، منها مثلا برنامج كان كلفته 52 مليون لدعم وتطوير التدريب المهني. كل هؤلاء، كل المعنيين بهذا القانون والذين سيمسهم هذا القانون مئات آلاف العاملين الأردنيين، إلى مجلس النواب، مجلس الأمة بشقيه نوابا وأعيانا، والحكومة. عندنا مسارين بنقترحهم من أجل إنضاج هذا المشروع، ولدينا بالمناسبة بديل تشريعي كامل من المادة الأولى إلى المادة الأخيرة، بل زيادة عن المواد الموجودة في هذا القانون اللي عددها محدود. عندنا بديل تشريعي كامل يعيد بناء فلسفة هذا القانون بحيث يحقق الأهداف التي جاء من أجلها: تجويد التدريب، رفع جودة العمل المهني، تطويره، تطوير الإنتاجية، تحسين كفاءة الاقتصاد الأردني وكفاءة العامل. لدينا مشروع قانون جاهز لأن يعرض على مجلس الأمة وعلى الحكومة، وعليه نداؤنا إلى الحكومة الأردنية وإلى وزارة العمل ووزير العمل وإلى مجلس النواب وبالتحديد لجنة العمل. نتمنى أن يفتح حوار وطني عاجل، وأن لا نفاجأ ونباغت مجددا بأن مشروع القانون قد نزل على جدول أعمال هذه الدورة خلال أيام. فنحن نطالب بأن لا يقر هذا القانون، هذا المشروع، قبل فتح هذا الحوار الوطني، لأن عندنا اعتراضات كبيرة وجوهرية سنشرحها الآن. في حال لم يتم الاستجابة لهذا المطلب، سيكون لدينا برنامج تصعيدي. غدا الاثنين من الساعة 9 لل11 مساء عندنا عاصفة إلكترونية، ندعو جميع النشطاء، جميع العمال، جميع الناشطين في هذا الميدان والمؤثرين للدخول عبر منصات الفيسبوك والإكس من أجل المشاركة في هذه العاصفة الإلكترونية تحت هاشتاج العمل حق مش منحة. العمل حق مش منحة. فإذا يعني بصراحة هذا المشروع غير واقعي، غير منطقي، لا يراعي الإمكانات، لا يراعي الحقائق في سوق العمل، يعني كأنه جاي علينا من المريخ، بعرفش من وين جاي.
هذا المشروع فلسفته خطيرة جدا، لأنها تغير حق العمل من حق عمل إلى بسمح لك كإدارة أو كحكومة أن تمارس العمل. عشان تمارس العمل لازم أعطيك رخصة. احنا يعني ليكن يعني المشاهد الكريم او المواطن الاردني يعي تماما انه احنا مش ناس عدميين، ونتمنى فعلا ان يكون في عندنا عامل ماهر ومدرب وخاضع لدورات تدريبيه، لكن ليست بهذه الآلية التي تأتي بحالة إسقاطات على الناس. احنا خلال فترة الجائحة عانينا من أزمة في منتهى الخطورة لها علاقة في العمالة الغير منظمة. نعم. والآن وكأنه يزج في العمالة الغير منظمة مرة أخرى في أزمة وطنية جديدة. صدق. وهذا بصراحة يعني إذا بتتذكروا خلال فترة الجائحة الضمان الاجتماعي تدخل والحكومة كانت تتدخل في هاي المسألة، عاشت الناس أزمة. هذا اللي بيشتغل مياومة يوم بيومه هذا إشكالية كبيرة، وهذا سوق عمل غير منظم على الإطلاق. وبالتالي أنت الآن عمليا كل صغار الكسب الآن سيكونون في عرضة لاندثار مشاريعهم صغيرة. كل صغار الكسب الآن اللي بيشتغلوا بهذا المجالات سواء حداد ولا نجار ولا ميكانيكي، وبالتالي نحن وكأننا يعني ندفع الناس باتجاه سوق عمل موازي لسوق العمل الرسمي، أو بالضبط يعني زي ما عرف رفيق سليمان انه سوق عمل اسود يعني بهالمعنى هذا. لماذا يعني نحن لسنا بحاجه الى يعني في هذه المساله؟ انا بعتقد انه المطلوب الان كان على الاقل حتى لو تفكر هذا يجب ان ياخذ خطه مداها 10 سنوات 15 سنه تدرج. 20 سنه بالتدرج. نعم. حتى على الاقل اقدر اخلق انا ارضيه جديده اقول والله ونحن تماما مع اشاعه فكره انه يكون في عندنا عمال مهره، يعني وتفتح لهم مراكز واعيدوا فكره يعني على الاقل تاسيس سواء في مراكز تدريب المهنيه او في يعني على الاقل تلاقي لك اليه. لكن بهذه الطريقه بالاسقاطات الموجوده انا بعتقد انه هذا في ضرر حتى على المصلحه الوطنيه. نحن نطالب، أنا سأركز على نقطة رئيسية مهمة جدا في كل التشريعات وليس في هذا القانون فقط، أن يكون هناك آلية. لقد أنشئ المجلس الاقتصادي الاجتماعي لغاية يعني طرح أي تشريع للحوار، فتح حوار حول التشريعات، لكن حقيقة السلطة التنفيذية لا تقبل شريك حتى أي من المواطنين الأردنيين، أي جهة في مجتمعاتنا لا تعترف فيه، لا منظمات مجتمع مدني ولا نقابات عمالية ولا مهنية ولا أحزاب سياسية لا تعترف بأي جهات وطنية. هي عليها أن تشرع، وعلى مجلس النواب أن يقر، وعلى المواطن أن يتلقى. فهنا نحن نطالب ونركز على موضوع مهم جدا، آلية التشريع. في الأردن 21% البطالة و33% في صفوف الذين الحاصلين على شهادات علمية عليا أو شهادات جامعية. إذا منظومة آلية العرض والطلب في سوق العمل هي أصلا هي التي تصنف المهن على ضوء جودة الإنتاج. هذا نقطة. نقطة ثانية، القانون ما حدد شو التعليمات والأنظمة واللوائح اللي بدها تتعامل معها على ضوء مشروع هذا القانون. في قانون 2019 أشار أن هناك تعليمات تبقى التعليمات والأنظمة التي صدرت بموجب القانون 1999 تبقى سارية. هون ما حددش التعليم، وأعطى للوزير الحق في استصدار التعليمات التي يحددها. وهنا مشكلة المشرع الأردني دائما إعادته للجنة النيابية لإعادة فتح الحوار عليها، وأوفر الرفاق والأصدقاء والإخوان والدكتورة بهذا الشأن. لكن ما أود الإشارة إليه بهذا اللقاء هو فلسفة الحكومة والذهنية اللي بتتعامل فيها الحكومة بصياغة مشاريع القوانين
اللي تحال إلى المجلس. هذه الصياغة إلى مجلس النواب، وأخص بهذه المشاريع مشروع تنظيم العمل. هذه الصياغة وهذه القوانين تؤكد دائما بهذا المشروع وبمشاريع سابقة على أن الحكومة تضرب بعرض الحائط وباستهتار شديد مصالح الفئات الأكثر فقر ومصالح العمال، وتؤكد من جانب آخر على إصرار الحكومة على اغتيال دور القوى والمؤسسات والمراكز العلمية عن دورها في صياغة هذه القوانين وفي الدفاع عن مصالحها عبر محاولات سابقة وحالية لتمرير هذه القوانين بأوقات حرجة وبفترات زمنية لا يعقل أن تكون هذه القوانين قد درست فيها دراسة وافية. ختامي أود أن أؤكد على ما قاله الزملاء في نقطة مهمة جدا، أن هذا القانون يخلو من الأنظمة والتعليمات، أو لم يحدد الأنظمة والتعليمات التي سيتم بها تطبيق مثل هذا القانون. هنا يعني أن إذا تمت الموافقة على هذا القانون بشكله الحالي، هنا يعني أن البرلمان يتنازل عن صلاحياته التشريعية لصالح عدد محدود من موظفي وزارة العمل ليقوموا بإصدار الأنظمة والتعليمات لتطبيق هذا القانون بدلا منهم. وهنا في تفريط بالتأكد من صحة وسلامة هذه الإجراءات بما يحفظ حقوق العمال وبما يجعل القانون يذهب إلى مقصده بتنظيم سوق العمل. فعدم وغياب الإشارة إلى الأنظمة والتعليمات التي ستصدر، هنا احنا فقط نصدر قانونا عاما ويتولى مجموعة محدودة من موظفي الوزارة العمل بدل البرلمان.